بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي أخواتي في الله، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. جيتكم اليوم مقبلة سهلة ماهلة سريعة التحضير، ياكلوها الكبار والصغار. جيتكم البنات بالفريكاسي التونسي، من أيادي بسكرية طبعا. ويجي ما شاء الله، صدقوني البنات يجي ما شاء الله. يعني اللي ما ياكلولكش هكا ديري لهم فريكاسي ياكلوه بربي ان شاء الله. كما راكم تشوفوا البنات، يعني ما شاء الله، الشكل تاعو يحكي عليه. ندخلوا البنات في طريقة التحضير. لهنا البنات جبت الجفنة نتاعي، درت فيها رطل تاع فرينة. رطل تاع فرينة البنات كي كيلته بالكاس جاني 3 كيسان، 3 كيسان ونص رطل فرينة. كي كيلته بالكاس جاني 3 كيسان ونص فرينة. البنات بطبيعة الحال انا كنت مغربلت الفرينة، مغربلتها ودايرتها مخبيتها. درك البنات واش لهنا نجي نديرو حفرة، واش نديرو فيها، نديرو الخميرة تاع الكسرة كما نقولو، خميرة الخبز. نديرو لها السكر. شوفوا البنات انا لهنا درت خميرة الحلوى. خميرة الحلوى البنات حبيتي ديريها، ما حبيتيش ديريها ما ديريهاش. انا درتها سما يعني، نفضل نديرها انا في المعجنات هذو نفضل نديرها. درت 2 مغارف نتاع الخل، مغرف صف الله يا ربي تاع الخل. درت، خلطت هذو المكونات البنات الجافة مع بعضهم، ومن بعد ضفت الملح كما قلت لكم، ودرت 2 مغارف نتاع الزيت. البنات شوفوا، تحبوا ديروا زيت زيتونة ولا ديروا زيت عادي، اللي تفضلوها ديروها. ودرت حبة بيض. هذا ما كان البنات. ولميت العجينة نتاعي بكاس حليب دافي. شوفوا البنات، كاس حليب وفوقه 2 مغارف تاع 2 مغارف تاع حليب فقط. دات لي كاس و2 مغارف، العجينة هذه. وما نقدرش نقيدكم البنات، على ما نقيدكمش بيسك على حساب الفرينة البنات كاينه اللي تشرب، كاينه اللي ما تشربش. انا يدات لي كاس و2 مغارف صراحه. كما راكم تشوفوا لميتها البنات. ها نظفت كاس تاع الحليب ولميت العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. وش راح نقول لكم البنات، مرحبا بالاعضاء الجدد. ان شاء الله تكون نلت اعجابكم القناه نتاعي. بربي ان شاء الله نقدم ما بوسعي باش نرضيكم. ونتمنى البنات تزيدوا تشاركوا القناه مع صديقاتكم كامل، وتطلعوا المشاهدات البنات. كما راكم تشوفوا هنا نعجن فيها بشويه البنات حتى تحصلت على عجينه متماسكه البنات، وتلصق شويه في اليد، اي تلصق شويه في اليد. بصح البنات كي نعجنوها شويه مام با، شوفوا عجنتها مام با 3 دقائق 4 دقائق ما زدتش فوقها. حطيتها فوق البلون دو طرافاي وحكمتها يلا 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 يلا. خي تعرفوا الفرينه ما تتعبش في العجين كما راكم تشوفوا. ها دلكتها حاجه خفيفه برك البنات، وحطيتها على حطيتها تخمر. البنات وش خمرت نص ساعه. مادام شوفوا الوقت اللي رانا فيه ما هو بارد ما هو سخون، حطيتها في بلاصه دافيه. صدقوا نص ساعه طلعت. أه شوفوا لهنا كيفاش طلعت البنات. دوك نهبط لها الخمور ونحلها، ونحلها البنات في البلون دو طرافاي تاعي كما راكم تشوفوا. شوفوا البنات نحلوها وما نحلوهاش رقيقه بزاف، نحلوها نقولكم 2 مليمتر 3 مليمتر، ما تفوتوش البنات. ليسونسيال ما نحلوهاش رقيقه ياسر، على ما باش من بعد تطلع عنا كي نزيدو نخمروها المره الثانيه تطلع.
كيما راكم تشوفوا لهنا حليتها البنات. نعاونوا رواحنا بالفرينة. كيما راكم تشوفوا البنات عفوا، انا حليت العجينة نتاعي مليح. البنات شتو كي نحلوها، اللي عندها طابع اوفال تهنات طبع بيه، واللي ما عندهاش البنات طبع دائري، ومن بعد تكسلها شوية على شكل اوفال فقط. هذا مكان انا البنات ما كانش عندي. جبت واحد اللقطة تاع بطاطا تاع شيكولا طبعت بيه وحطيتهم يخمروا. طبعت البنات مدور وجبته كما قلت لكم منا ومنا في الجناب عاد اوفال كيما راكم تشوفوا. دوكا تشوفوا كيفاش جا شكله. شوفوا الشكل اللي تحصلنا عليه البنات. شفتوا كيفات كي كسلتها ولات اوفال. دوكا نحطهم يخمروا البنات. شوفوا بعد ما كملت طبعتها كامل العجينه تاعي حطيتها تخمر البنات. نص ساعه خمرت لي، نص ساعه. حطيتها في بلاصه دافيه. لهنا البنات جبت الزيت. درت كسرونه درت فيها الزيت خليته سخن مليح، وبديت نلوح في الفريكاسين تاعي. صدقوا البنات شتكوا اللوحة تتسويت تتنفخ في الكسرونات ثم مشي تقعد ولا نكب عليها الزيت ولا والو، طول تتنفخ. هذا هو انه السر تاعو باللي راهو ناجح. يجيكم فارغ من داخل. عفوا. نقعد نقلب فيه البنات من ساعة هكا ساعة هكا حتى ياخد تحميرة كيما دوري، يعود لونه دوري. ولا كاين اللي يحب يحمره شويه نورمال. كما راكم تشوفوا البنات حتى كملت كامل الكميه اللي راكم تشوفوا فيها. قليتهم كامل وحطيتهم بردو. شوفوا هنا بعد ما ولاو دوري البنات نحيتهم. عفوا. لهنا البنات نحيت الفريكاسي نتاعي حطيته يبرد. ومن بعد كملت كامل الكمية البنات قليتهم كامل وحطيتهم على جي. هو جات الحشو نتاعي. الحشو البنات وش درت جبت زوج حبات بطاطا صغار متوسطين يعني قطعتهم مربعات حطيتهم يغلوا في الملح والماء. بعد ما طابولي البنات رحت حطيتهم بردو. ضفت عليهم المعدنوس. هذا هو الحشو نتاعنا البنات. ضفت عليهم المعدنوس وجبت زوج بطاط تاع الطون وزيتون اكحل وكاشير. هذا ما درت. ما حبيتش نكثر الحشو بزاف. بصح البنات الحشو اختياري ديروا وش حبيتوا. عندك عظام مغليين ديري، عندك فرماج ليسانسيال ديري وش حبيتي، عندك زيتون اخضر ضيفيه ثاني ليسانسيال. انا هذا وش درت الحشو. درت البطاطا هذيك تاع المعدنوس درت عليها شويه تاع الطون وشويه تاع المايونيز. ما كانتش عندي مايونيز بزاف. والمايونيز تاني البنات حبيتوا ديروا مايونيز، حبيتوا ديروا صوص الجيريان، حبيتوا ديروا صوص ساموراي، انتم احرار. درت لهنا الهريسه البنات. ومن بعد ضفت هذيك البطاطا اللي كنت مخلطتها مع الطون والمعدنوس والمايونيز باش تجيني مشمخه. وغلقت الاخر تاعي. ومن بعد زينت بالطون وزيتونة كحلة وشوية معدنوس فقط. هذا هو برك. كيما راكم تشوفوا ان شاء الله تكون نالت اعجابكم.
يعني وصفة ما شاء الله مقبلة في القمة. نزيد معاكم الحبة هذه. شوفوا البنات كيفاه يجي فارغ من داخل كي نفتحوه، ويجي خفيف 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 طول. البنات كما تزيدوا كما تقدروا تزيدوا ثاني الفرماج نورمالا عادي يعني. الحشو قلت لكم اختياري، بطاطا تحبوهاش مغلية تحبوها مقلية ديروا. اه الحشو عادي عادي ماشي مشكل فيه. والتزيين بحبة تاع الزيتون. شوفوا لهنا البنات كي حطيتهم في صحن التقديم. باش نقولكم البنات ان شاء الله يكون نال اعجابكم الفيديو تاع اليوم، وما تنساوش ديروا جيم تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفايدة البنات مع كامل زميلاتكم. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.